قول لي يا عبد الحميد، عملت ايه في الجدية اللي عندك؟ طمني. والله يا حبوب الحمد لله، فضلت سهران طول الليل لحد ما ربنا ما كرمها وجابت عليا ومها. مهت ايه وعلية ايه يا عبد الحميد؟ انا بكلمك على الجدية اللي عندك، انت ايه اللي جرالك يا عبد الحميد؟ ايوه يا حبوب، ما انا برضه بكلمك على الجدية اللي عندي. الحمد لله ربنا متعها بالسلامة وقامت والحمد لله، وجابت مها وعلية. الجدية جابت مها وعلية؟ انت ايه اللي جرالك يا عبد الحميد؟ ده راحت منك خالص. يا حبوب مش انا اللي مسميهم، دي الحاجة هي اللي سمتهم، وبعدين ما انت عارف الحاجة. طب يا بابا انا خارج دلوقتي مع ابو الصحاب، عايز حاجة بقى عشان خارج زي ما قلت لك. انت رايح فين يا حيوان انت؟ في ايه يا بابا؟ ما انا قايل لك ان انا رايح اشتري المكنه اللي قلت لك عليها، وانا رايح انا وابو الصحاب، انت نسيت ولا ايه؟ طب لو كده استنى نيجي انا وعمك عبد الحميد لحسن حد يرخم عليك وانت بتشتريها. مكنه ايه يا حبوب اللي انت بتقول عليها دي؟ مكنه ايه؟ مفيش يا سيدي، الاستاذ هيشتري مكنه من واحد صاحبه وواخد الواد الفاشل اللي اسمه ابو الصحاب ده، وشكلهم كده هيضحك عليهم، عشان كده بقول له اصبر ونيجي معاك. ايه يا بابا في ايه؟ هو انا مش صغير يعني، في ايه؟ وبعدين انا معايا ابو الصحاب. ايوه يا محمد، ابوك عنده حق يا محمد، اصبر ونيجي معاك عشان ما حدش يضايقك. لا يا حاج عبد الحميد، مفيش حد يقدر يزعلني، وبعدين انا مش رايح لوحدي، انا معايا ابو الصحاب. هو في ايه؟ خلاص انت حر، ذنبك على جنبك، بس خليك فاكر ان احنا قلنا لك هنيجي معاك، ربنا بقى يسترها عليك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، انا مش عارف الحيوان ده اتاخر كده ليه؟ ده انا قايل له يجي استنى هنا، انا مش عارف الحمار ده بيتاخر ليه كده. في ايه؟ في ابو الصحاب، ما انا موجود اهو، وبعدين انت اللي اتاخرت كده ليه؟ وبعدين في حاجه انت كنت ناسيها، انت ليه ما قلت لهمش يدخلوا يعملوا اشتراك في القناه ويفعلوا زر الجرس؟ شفت بقى ابو الصحاب خايف على مصلحتك ازاي؟ ايه ده؟ ايه يا سيف انت بتعمل ايه هنا؟ واخرت كده ليه؟ كنت قاعد مستنيك يا ابو الصحاب، وبعدين فين الواد بتاع المكنه اللي هنشتريها منه ده؟ انا مش شايفه يعني، هو ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ فين هو؟ هو قال لي جاي، هو قال لي نستناه هنا، زمانه جاي. حبايب قلبي، يلا بقى لو مش مشترك تدخل تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالجديد، وعاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، ما تنساش تكتب كومنت حلو زيك كده حبايب قلبي. ماشي يا ابو الصحاب، خلينا بقى قاعدين مستنيين اهو. العب ابو الصحاب، ده هو اللي جاي ده ولا ايه يا ابو الصحاب؟ ايوه انا ابو الصحاب، ده باين هو ده. بقول لك ايه، انت عارف بقى انت هتعمل ايه صح؟ عيب عليك يا ابو الصحاب اما تقول حاجه زي دي، انت عارف صاحبك يعني السداد، وبعدين ده انا هعمل معاك واجب من الاخر. اما نشوف يا شملول. مسا رجاله، جاهزين بقى ولا ايه؟ مسا يا ابو الصحاب، في ايه يا عم النجم؟ انت مالك كده جاي سخن علينا ليه؟ في ايه يا عم الروش؟ لا يا عم ولا سخن ولا حاجه، مين بقى فيكم انتوا الاثنين اللي هيشتري المكنه؟ انا يا نجم اللي هشتري المكنه، وده ابو الصحاب بيجي معايا في اي حاجه، نشتري ارض، نشتري مكنه، نشتري عربيات، نشتري اي حاجه، معايا في اي حاجه. يا صاحبي عمري عشان ولا واحد يحكم مكان، انت الشيء عالي كانك ياللي مشرفنا، جدع والدنيا بتمشي خمسة عليك يا زي الكيل، في الدقيقه بتشيلني وبشيلك، شرفنا جهتنا. احب اعرفك بنفسي، ابو الصحاب يعني كارت ارهاب، وبنخاف من الكلاب وبيطير ارهاب.
اولا كده صاحب المكنه وبحب الكباب. ها ها ها، شكلكم انتوا الاتنين جايين تهزروا. سلام يا عم. لا 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 استنى يا عم، استنى يا عم، ده بيهزر والله. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، ما تخرس يا حيوان انت. في ايه يا ابو الصعاب؟ هو انا عملت لك حاجه؟ في ايه يا عم انت؟ ما تخلص بقى يا عم انت. هو مين فيكم اللي هيشتري المكنه؟ عايز امشي. يا عم ما انا قلت لك انا اللي هشتري المكنه. هو في ايه؟ انت بتغني وترد على نفسك ولا ايه؟ بقول لك يا ابو الصعاب، هي المكنه دي بتشيل كام حموله؟ حموله ايه؟ الله يخرب بيتك، هي عربيه ربعينات. بقول لك ايه يا عم النجم، انا خلاص اشتريت المكنه دي خلاص. في ايه يا عم انت؟ يعني مش بنستفسر عن المكنه اللي عشان تكون شمال ولا يكون فيها حاجه؟ في ايه يا عم؟ صح يالا، اول مره تقول حاجه صح. بقول لك ايه يا عم النجم، هو فين الرخصه بتاع المكنه دي؟ لا يا فقير، والرخصه ايه؟ صح يا عم النجم، المكنه سليمه على بركه الله، انا اشتريت. مبروك عليك المكنه الجديده يا ابو الصحاب. الله يبارك فيك يا ابو الصحاب، الله يبارك فيك. بقول لك ايه يا عم النجم، خد بقى الفلوس اهي اللي احنا اتفقنا عليها. ومبروك عليكم المكنه. السلام عليكم. بقول لك ايه يالا، احنا كده خلاص اشترينا المكنه. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تعلمني عليها، ولا يكون عندك فكره يا ابو الصحاب، بس كده من عينيا. بص بقى يا ابو الصحاب، انت بص، اول حاجه تعملها شغل المكنه كده تمام، وتستنى مارش كده تدور معاك، وتلم البراكس كده وتدي خيار، وتطلع بقى والصبع على الله. شوف بقى السهله ازاي يا ابو الصحاب. ايوه يا ابو الصحاب. طب انزل بقى عشان انا متحمس قوي. يلا بقى خلينا اجرب انا كمان. خد يا ابو الصحاب المكنه يا ابو الصحاب. بقول لك ايه يالا، اشغل كده والم الدبراش كده وادي النار كده. ابو الصحاب استنى، خد لفه استنى يا ابو الصحاب. قشطه يا زميلي، خد المكنه اهي. بقول لك ايه، في حيوان ماشي هناك وتعالى نطلع عليه. يلا بينا. الحقنا يا ابو الصحاب، الحقنا يا ابو الصحاب، في عصابه طلعت عليا وخدت مني المكنه. بتقول ايه يا حيوان؟ خدوا منك الايه؟ احمص تعالالي. تعالالي وانا هسيبك.